يا مساء النور والسر عليكم. الناس اللي بتقرف وبتقول يا وبتقعد بابي ومامي يخرجوا برا الفيديو، لا برا اليوتيوب، لا اقول لكم برا الشقه خالص. باختصار النهارده هنعمل فشه. تمام. الفشه الناس اللي ما بتحبهاش عايزه اقول لكم انتوا يعني فايتكم كتير. انا النهارده كنت في السوق ولقيت كذا حد بيبيع فشه، قلت له طب لما اغير كده بما ان احنا اخر الشهر والدنيا يعني الحمد لله يعني. فجبت نص كيلو فشه، لقيت حد بيبيع الفشه ب80 وحد بيبيعها ب100. فطبعا بما ان انا طول عمري متربيه على الغالي جبت نص من ابو 80، يعني النص ده ب40. وجبت كيلو بطاطس ب10 جنيه ولقيت حد بيبيعها ب12، انا جبتها من ب10 جنيه عشان انا متربيه على الغالي. تمام. حطيت حله كده فيها ميه علشان اسلق الفشه، ولو حله اكبر من كده هتبقى كويسه بس اللي جه قدامي. وهسلق كمان البطاطس دي، الماسوره دي كده ولا الزور ده مش عارفه اللي بيقولوا عليها ايه، بيحطوها لي فوق الميزان. حطيت كده الفشه تتسلق. على فكره فيديو جميل جدا بغض النظر عن الهزار والمنظر اللي انتوا شايفينه، بس هي الفشه مهما تغسلي فيها او تنقعي فيها، والله انا نقعتها وحطيت لها خل وظبطتها ونضفتها كويس جدا. حطيت هنا روزميري وحطيت ورق لوري عشان الروزميري يضيع الريحه، انتوا بتشموها بتقرفوا منها، الروزميري بيضيع الريحه دي، ما بيخليش فيه ريحه. خلاص ادخلوا ما تخرجوش برا الفيديو. تمام. حطيت الفشه كده تتسلق، ما حطيتش اي حاجه خالص غير ورق لوري وروزميري، او اللي هم ايه اكليل الجبل، اللي هم بتوع مصر اللي برا مصر يعني، معروف عندهم باسمه اكليل الجبل. تمام. احطها كده تتسلق، وهي مهما تبقى كده بتبقى لازم فوق بتبقى قابه كده فوق الحله يعني على وش الميه. حطيت دلوقتي الملح عشان هي قربت تستوي، عشان تلحق تتملح معايا تبقى طعمها ايه كويس. ما حطيتش حاجه تاني خالص خالص غير الملح واكليل الجبل لو متوفر عندك، وورق لوري عشان الريحه يا جماعه اللي الفشه والكرشه والحاجات دي بتعملها. هغطي طبعا كده. الفيديو كنت مستعجله كده بعمل اي حاجه وخلاص. ده البطاطس بحبها جدا وهي مسلوقه ومتحمره بالشكل ده. انا طفيتها على الفشه، هي كده استوت معايا، او على الاقل استوت 90% او 95%. الحاله بتبقى كده والميه بتبقى كده، ما حدش يقول ما اعرفش ايه، هي بتبقى كده، دي طبيعتها يعني. انا سلقت كده البطاطس وقطعتها بالشكل ده، وقطعت الفشه بالشكل ده كلها. وده يا جماعه ليا كانت عندي في الفريزر، دي انا ما اشتريتهاش، دي كانت عندي في الفريزر، قطعتها كده كمان مكعبات. وهعمل لهم كمان، لقيت كده ايه لفه جلاش تايهه في التلاجة، قلت اعمل لهم كمان جلاش. حطيت هنا حبه زيت في الطاسه. يعني الفيديو ده مليان حلو وحادق وجامد من الاخر، فيديو حلو قوي بجد هيعجبكم. حطيت هنا في الطاسه شويه زيت صغننين خالص، وهحط عليهم الليه. ممكن ما تحطيش شويه الزيت، بس انا قلت ايه يسخنوا كده هيسيحوا لي الليه اسرع يعني. الليه ادت لهم طعم وريحه بجد روعه. عايزه اقول لكم بجد والله ما كانش ليها ريحه وحشه خالص، ولا الريحه اللي بتضايقنا كلنا ديت ما كانتش موجوده، بالعكس كانت ريحتها حلوه قوي قوي قوي. نزلت كده بعد ما اللي هي ساحت كده شويه والماده الدهنيه بتاعتها نزلت منها، نزلت بالفشه بتاعتي. طبعا انا الكرشه ما عجبتنيش، شفتها بس ما عجبتنيش، كانت خفيفه كده ومش حلوه، فما جبتهاش، ما كانتش نضيفه زي اللي بجيبها كل مره يعني. قطعتها بالشكل ده، وانت قطعيها بالطريقه اللي تعجبك طبعا. قطعتها كده مكعبات متوسطه. هنا طبعا الزيت هيولع فينا خلاص، هحمر البطاطس. انا سلقتها وقطعتها كده وهحمرها. مهما بتاكلي بطاطس محمره، المسلوقه بالذات وانت بتحمرها بيبقى طعمها تاني يعني، حاجه تاني خالص بجد. وهفضل كده اقلب رايحه جايه برضو على الفشه، اقلبها كده، وهنزل بقى بالملح. انا حطيت ملح وهي بتتسلق بس برضو ما كانش كفايه، حطيت ملح تاني بعد ما خليتها بردت. وهحط كمان هنا حبه شطه، اي توابل عندك حطيها، احنا بنقفش على حاجه. حطيت كمان بهارات، كزبره، والموجود عندك حطيه، ممكن تحطي ملح وفلفل اسود بس، ممكن تحطي ملح وشطه بس، الموجود عندك المتوفر استخدميه. وانا البطاطس بتتحمر تمام، شلت اول طاسه وحطيت طاسه كمان. وهنا كده انا خلصت
الاكل وهم كانوا واقفين الطوابير قدامي، مع انهم اصلا يعني ما لهمش في الفش قوي، بس كانت ريحتها فعلا بجد حلوه قوي. احنا كنا اخر الشهر وانا مكلفه الاكله ديت 50 جنيه. كانت عندي خياريه قلت اقطعها لهم. تمام. ما تتكسفيش وانت بتقولي كده، محدش بيصرف عليكي، محدش بياكلك من جيبه ها. شايفين شويه بتاع اللي هي ده الدهون ديت، طبعا هنزل بيها على البطاطس. كانت جميله جدا، مديه طعم البطاطس حلو قوي. البطاطس اللي انا محمراها حطيتها على طبق واحد، عشان ايه؟ لو العيال مثلا ايه ما عجبهمش الطعم اللي او حاجه يعني، مع اني انا معوده عيالي بياكلوا كل حاجه الحمد لله. عايزه اقول لكم الحركه دي كانت مديه يعني الاكل البطاطس كانت مديه طعم حلو قوي، واللي هي كانت مديه الاكل كله طعم حلو. عملت كده طبقين بطاطس وطبق الفش اهو، وقطعت الخيارية. احنا قلنا كنا احنا اخر الشهر وهناكل الحاجات ديت بعيش، هناكل الكلام الجميل ده كله كده بعيش. وده طبعا كان عشاء. ايه رايكم في الاكله الجميله دي؟ طبعا الف هنا وشفا طبعا اللي يعملها واللي ياكلها. واعمل لهم كمان لفه جلاش اهو. معايا هنا كوبايه سكر، شايفين؟ كوبايه ونص ميه. تمام. ممكن تحط ميه اللي انت عايزاها، بعد كده 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 بتتبخر يعني. وهتعصر كده عصير ليمونه او نص ليمونه. هتعملي الشربات او السيرب بتاع الحلويات. معايا هنا نص كيلو لبن. بصي يا بنات، ده نشا، يعني لو انت عندك نشا بس استخدمي نشا. ده نشا لسه الواد كان جايبه الوقت حام ب8 جنيه ونص، هبرهولكوا يعني. حطيت معلقه كده كبيره هرميه نشا. تمام. والكاستر ده كاستر، يعني ممكن لو عندك كاستر بس اعملي، عندك نشا بس اعمليها بنشا بس، عندك الاتنين اعملي زي ما انا عملت كده. هحط كده معلقتين نشا، معلقه نشا وبصيروا معلقتين كاستر. زي ما قلت لك، عايزه تحطي معلقتين 3 كاستر بس ماشي، عايزه تحطي نشا بس ماشي. بتعمليها كده زي بالكريمه او بالمهلبيه، طعمها كانت حلوه قوي قوي. جربيها بالطريقه دي. شايفين؟ معايا كيس فانيليا بس هحطه بس في الاخر، مش هحطه دلوقتي. هنا سكر، انا بحط سكر وحطيه على حسب ايه. السكر ده بيبقى على حسب الرغبه وحسب المزاج يعني. انا حطيت بتاع 4 معالق كده، زي ما انتي عايزه تحطي يعني السكر ده. قلبي الموضوع ده كده كويس قبل ما تروحي عند البوتاجاز ويكلكع منك. قلبي كويس قوي قوي. طبعا انا جبت روجي بنتي تصور لي المقطع ده، بس يعني الصراحه يعني بتصور وحش خالص. الحمد لله انها مش سامعاني. هنا بعمل الشربات اهو، وعندي الصينيه دي. اي نوع سمنه عندك استخدميه على طول. هدهن الصينيه كويس قوي. كده دهنت الصينيه. بصوا الجلاش هعمله بالطريقه دي. بصي بقى يا ستي، الجلاش طبقيه بطريقتك. شايفه؟ امسكيه ورقه ورقه، واحده واحده. تمام. هتمسكيها كده بالشكل ده، هتقطع منك عادي. امسكيها جمعها تاني، مش هتقولك لا يعني. وبالشكل ده كده وحطيها، يعني امسكي كانك بتكرمشي حاجه كده وحطيها كانك يعني اي حاجه بالشكل ده، اي شكل يعني. وحطيهم رصيهم كده ايه جنب بعض. تبقى حلوه الطريقه ديت وسهله قوي، بس انا بنتي مش مساعداني خالص في التصوير، معلش اعذروني. شايفين؟ ما بتاخدش معاكي وقت خالص، خصوصا لما تكوني يعني ايه مش بتصوري ولا حاجه، ما بتاخدش معاكي اي وقت. مسكوهم بس ورقه ورقه، اهم حاجه. شايفين؟
وبالطريقة دي هنعمل كله بالطريقة دي لغاية ما الصينية تتملي. مش محشية ولا اي حاجة خالص. وهنا بعمل الكاستر، وهحط الفانيليا في الاخر. لما بتحطيها في الاول بتمرر معاكي وريحتها بتروح. ويفضل هنا ان تكون السمنه سايحه، بس انا فعلا يعني كنت مستعجله وكنت لسه جايه من بره، وكنت يعني ايه عندي 50 حاجه هعملها. هي كده كده تسيح، بس يفضل ان هي تكون سايحه يعني. ما تقوليش ان كميه السمنه كتيره، لان كده كده مش حاطين فيها سمنه غير دهنين الصينيه بس يعني. وانتوا عارفين ان الجلاش بالذات ياما بياخد سمنه، يعني اكتر حاجه بتاخد سمنه، والحلويات عامه يعني. انا بس بحس ان الجلاش بياخد سمنه زياده يعني. وسام لو عرفتي بقى ايه تدخلي كده السكينه في الجلاش كده، عارفه انت تعملي فتحات كده علشان يتشرب من السمنه حلو. وهتحطي الكاستر بتاعنا فوقيه، فوق الصينيه كلها كده. عارفين بقى كل المكونات ديت الكاستر مع الجلاش هيتجانسوا مع بعض. بيبقى حلو جدا على فكره، بيبقى حلو، بتبقى خفيفه قوي، ما يغركيش والله بجد، بتبقى خفيفه. او ما تقوليش انت حاطه سمنه كتير ولا كده، لا، ما هو انت لو دهنتي الجلاش زي ما احنا بندهنه كده بياخد كميه سمنه اكتر من كده على فكره. وهتيجي مدخلاهم الفرن درجة حرارة متوسطة في الرف اللي في النص. تمام. انا كده طلعتها وهي لسه سخنة، سخنة بجد قوي. انا كان نفسي بس تبرد، لان هي لما بتبرد بتقطعيها كده بتبقى عاملة زي البسبوسة او الكنافة، بتبقى متماسكة قطع قطع يعني. بس انا الصراحة ولادي مش صابرين يعني. تمام. هقطعها كده بالشكل ده، وهي لو بردت بجد بتبقى متماسكة، بتبقى حلوة قوي، بيبقى طعمها حلو. قطعتها كده، وهي ما كانتش الصراحه محتاجه الشربات او السيرب ده، لاني انا حبيتها اخف قوي لما تكون مش حاطه لها الشربات ده. يعني هي بالشربات حلوه جميله بجد، بس جميل الناس اللي بتحب الحاجات مسكره زياده قوي. لكن بالنسبه لي انا وبالنسبه لكام حد كده زي لا بيحبوها خفيفه، يعني كان ممكن تاكليها بمنتهى السهوله وتبقى حلوه كده بالكاستر بس، يعني من غير الشربات بتاعها. فاهمه ازاي؟ وهتبقى احلى واحلى لو سبتيها كمان تبرد، لان هي اصلا المفروض تاكل برد. جربيها كده بالشربات ومن غير الشربات وقولي رايك فيها. شايفين؟ عايزه اقول لكم والله كان نفسي اصور لكم واقفين طوابير. شايفين الايدين اللي بتتمد دي والايدين اللي بتلف الثانيه دي؟ كل ده حاجات غريبه بتحصل يعني ورا الكواليس، ما خلف الكواليس. اتمنى بجد ان الفيديو يعجبكم. شكرا على المتابعه.